عملنا فكره جديده، قلنا نجرب مطاعم مجهوله وسندوتش زنجر وعليه كاتشب مايونيز جامد جدا زي ما انتم شايفين كده. ده سعر بالله متروس فراخ بمعنى الكلمه. انا بالنسبه لي جامد جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ورجعنا لكم فكره جديده. عملنا فكره جديده، قلنا نجرب مطاعم مجهوله، يعني مطعم مثلا نخش نجرب اي حاجه فيه او نجيب حاجات منه، ولو حلو نقول لكم مكانه فين وتجيبوا منه، ولو مش حلو عادي كأننا ما عملناش اي حاجه. بس فكرة فيديو النهارده مش تحدي ولا حاجة، احنا هناكل عادي ونتكلم معاكم. احنا الفترة الجاية قلنا نعمل حاجة جديدة، اللي احنا نجرب المطاعم البراندات والحاجة اللي هي مش مشهورة قوي، نقدم لكم محتوى جديد. احنا جبنا سندوتشات. بص يا موكا اللي طلبت ده، احنا لقينا المفروض ده سندوتشات زنجر من مطعم سوري يعني. بصوا عامل ازاي؟ استنى نفتحه عشان انا جعانة. هو طبعا حجمه زي ما انتم شايفين كده، يعني حجمه بالنسبة لسعره فهو جامد جدا، يعني المفروض معاه صوصات وسندوتش زنجر وعليه كاتشب مايونيز جامد جدا زي ما انتم شايفين كده. ده سعره 37 جنيه، انا مش عارف ازاي، بس ايه هنشوف طعمه عامل ازاي. وجبنا ايه تاني؟ وجبنا وجبة وجبة زي كريسبي زي بتاع كنتاكي. طبعا عيش سوري زي ما انتم شايفين. نفتح كده بطاطس وطلعت قطع كريسبي ستريبس. لا ده كريسبي، ده كريسبي ومخلل ومعاه ايه؟ ومعاه رز بسمتي وبطاطس وتومية. هاتي ده هنا. لا ده الوجبة دي كانت عاملة 75 جنيه، فهنجرب مع بعض. طبعا جاي معاها تومية ومخلل. يلا نجرب؟ يلا. انا هجرب اهو. انا هجرب انا الاول عشان انا جاي. تعالوا كلوا يا جماعة. حلو، عجبني. احنا كنا هناكل من كنتاكي، طبعا الوقت متأخر والاوردر هيجي متأخر، وفي نفس الوقت ايه؟ يعني قلنا تعال نشوف فرق السعر، نفس السندوتشات نفس الوجبات اللي ممكن نجيبها من كنتاكي، بس طبعا معاش رز بدلها ريزو طبعا. بس قلنا ايه، في فرق سعر كبير، يعني كنا هنجيب وجبتين انا وهي ناكل ب 600 جنيه، احنا جبناهم ب 150 جنيه. لا وبعدين كنتاكي احنا عارفينه بناكله كتير. بس بصوا السندوتش انا عمال باكل فيه ولسه كبير قد ايه، مقرمش، بس الستريبس اللي فيه مش سبايسي قوي بس جميل. تيجي نعمل تحدي بالمره نخلص العك. اقول لك نكته؟ لا. اما نعمل تحدي مثلا مين يبقى ايه شبعانين شويه. يوم ما قلنا نجرب حاجه جديده مثلا نعمل تجربه بس، فالواحد يحس انه جعان عايز ياكل عادي. السندوتش محشي فراخ كتير قوي بصراحه. اكتبوا لنا في الكومنت بتحبوني انا اكتر ولا بوتي. طعمه جامد قوي. انا بالنسبه لي لحد دلوقتي اقول تجربتي السندوتش ب 37 جنيه، اقسم بالله متروس فراخ بمعنى الكلمه. انا بالنسبه لي جامد جدا. انا استنى ممكن اخلص السندوتش وتقول رايها، بعد كده نخش على الوجبه، بعد كده اقول لكم اسم المكان، انا بنسبه 90% اقول اسم المكان ومكانه. المكان ده جامد جدا بجد، جربوا حلو. انا والله انا عن نفسي انا شبعت، يعني اخش على الوجبه هو اصلا وانا شبعان. يلا. وكان قايل لنا 3 قطع ستريبس تقريبا، بس هم 4 قطع، يعني تقريبا حاطط زياده، مش عارف بقى مقصوده ولا ايه. شكله زي حط كده حته ستريبس في العيش وادوق. بالنسبه لي الستريبس احسن، يعني ده المفروض اقول ده كريسبي، بس انا شايفه شبه الستريبس، بس الكريسبي بالنسبه لي كان احلى. ده حلو برضه مش وحش. يعني الفكره احنا اي حاجه بنعملها او اي حاجه بنصورها بنشارككم فيها، فانتوا لو عايزين اي فكره فيديو، يعني مش شرط مقالب فلوجات، اي حاجه احنا بنعملها عادي، يعني اقترحوا علينا برضه احنا نعملها. ايوه انتوا عليتنا التانية، انتوا اهلنا يا جماعه. هو صح. حلو. انا عايز اعمل سندوتش بطاطس سوري. انا اصلا بعشق البطاطس. حطوا توميه. ايوه انا هو كده كاتبين عندي مع البطاطس البيت. جميل. شويه. هقول لك نكته؟ لا هقول لك نكته. مرة محمدين عمل حادثة، بقى كل محمد في حتة. طب مرة آيس كريم وقع من الدور السادس قال لهم الحسوني. مرة واحد منوفي كل يوم يجيب 4 ترغيفة ليه هو وعياله الاتنين ومراته، ماشي على قدهم يعني. فالواد لقاه بعت ابنه يجيب العيش، وابنه التاني لقاه خارج بيعيط بيقول له الحق يا بابا الحق يا بابا. بيقول له ايه يا حبيبي؟ قال له ماما ماتت. قال له طب الحق اخوك بسرعة، قول له يجيب 3 ترغيفة بس.
الاكل جميل والله، بس انا افضل ان السندوتش كان احلى صراحه. المهم المكان ده عجبني جدا. المكان ده مطعم جديد فاتح. اسمه بركان. ما انا عارف، بركان عامل قلبين. ما انا عايز اقول بقى مكانه فين. انت قلتي اسمه بركان، طب مكانه فين؟ شكرا. شبرا الخيمه، شارع جامع ابو الهنا، هو في اول شارع اسمه بركان، جامد جدا. حتى في جامع ابو الهنا، عشان في شارع اسمه شارع جامع ابو الهنا. انصحكم تجربوا. ما حتى جامع ابو الهنا. لا والله ما حتى جامع ابو الهنا. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان توصلك كل الفيديوهات الجديده والافكار الجديده. احنا كل فيديو مختلف عن كل اسبوع، ما بنحددش حاجه معينه. ممكن تحدي، ممكن مقالي، ممكن فلوج. ممكن نوفت ايوه. بتاعتي. المهم نشوفكم في فيديو جديد يكون قريب مش بعيد. سلام. ايه؟ لا ما عجبتنيش. عجبتني؟ لا. عجبتني. بس وكده خلاص نكون خلصنا الفيديو وهننهي الفيديو معاكم بقى. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، اكتبوا لنا في الكومنت عايزين فيديوهات ايه نجربها، ولو عجبكم النكت بتاعتي خشوا قولوا لي عشان اعمل لكم نكت كتير. يلا قول لهم باي. قول لهم باي. المهم اعمل بالك كده. معلش يا ماما.